ساعة بدور طلع التليفون في الاخر ما بيصورش، فانا دلوقتي متضايقة جدا. انا عايزة اقول لك ان انا بعمل جلاش وحمام دوت كده لحمة. انا عملت قصدي فراخ بدل اللحمة. انا اصلا على طول بعملها باللحمة، قلت اعمل حاجة جديدة فعملت النهاردة فراخ طعمها خطير، نفسي تدوقه. هوريكم بقى الحمام لسه بيتسلق، قرب يستوي خلاص، وبعد كده هقليه بس خطير وريحته روعة. صح يا جوجو؟ طبعا. اخيرا هنستخدم الطعم الالومنيا بتاعي ده، استخدمه في الجلاش. ساعديني ارجوكي ساعديني. لا يا جوجو انت مش قويه، خدي يا جوجو امسكي الخامه ديت عشان خاطر نعمل. صدقني انت مش قويه وانا مش قويه. تفتح ازاي الوليه دي؟ مش عارفه اقول لها اقفلها اصلا. بسم الله. بصوا يا جماعه اخيرا هستخدم دي. اخيرا ممكن استخدمها دلوقتي، استني بس. المفروض ناخد حبه من دول في طبق صغير عشان خاطر ما نبهدلش السمنه كلها. حاجه حلوه قوي يعني، تعملوا اكل في البيت بجد والله العظيم. واكلها طعمه تحفه. تاني مره استخدمها، لازم استخدمها في الفرن. انا عندي صواني كتير بس انا بحب صواني الالومنيا برضه. هي ريحتها خطيره قبل ما ندوقها يعني. لا انت ممكن تدوقي، هي مش كده. خدي يا يويو. الله بسم الله. حلوه قوي. بتتنطط يعني. ادوق انا كمان. الله. هنا الحمام بقى اللي بيستوي ده. بص احنا نرجع لكم تاني بقى بعد ما نيجي ايه في الليل وكده. انا عايزه اقول لكم على حاجه، اللي انا في حاجات كتيره قوي في البيت عندي مش عارفه اشغلها. النهارده اول مره اشغل الشوايه، فانا هستعين بصديقه. بس انا يا جماعه في حاجات كتيره مش عارفه اشغلها، فانا عايزه اخد رايكم واوريكم كام حاجه كده. فانتوا لو تعرفوا انا بشغلها ازاي يا ريت يعني، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. وطبعا انا عرفت اللي هو غلط ان انا احط طاسه اصلا هنا. تسلم ايدك يا جوجو. تسلم ايدك انتي، وانا عملت حاجه. حطيت الفراخ دلوقتي هحط بقى ايه جبنه شيدر. ديت انا بجيبها كده من السوبر ماركت، بتبقى طعمها تحفه. وساعات بقليها، بعملها صوابع وبقليها. انت ماسكه قلبك ليه يا انجي؟ انا حاسه ان انت عيب عليكي. من ريحه ولا من طعم؟ اما انا لسه ما احنا لسه بقى لما نشوف في الاخر كده شوفي في والطعم. الاخر ما انت دوقتي الفراخ. قصدي كله على بعض. كله على بعض. الريحه حلوه الحمد لله. والله انا الفرن الحمد لله عرفنا نسلك في الفرن بعد معاينات طبعا. الحمد لله. نحط بقى ايه طبقه تاني، طبقات بقى من جلاش. والله جلاش ده تحفه ما شاء الله عليه. مشكلته يا جماعه ان انتوا ما تمسكوه كده برقه، لو مسكتوش برقه هتلاقوا عشان ده كيلو، ده بلاش كيلو. بس دي اخر طبقه وخلاص. للاسف هو متفتح كله من كل حته. بس المشكله في ايه بقى، ان انا اصلا جايباه كده. هو في الحقيقه المفروض اللي هو ما يكونش كده. هو شكله كده اتسلخ جامد ولا ايه مش عارفه. اتسلخ جامد عند الفرارجي وهو بينضفه. فين ان نيره بتحب الاختراعات. هي قالت لي لا ايه، انا سيبي لي كده نفسك وانا هعمل اختراعات. صح ما بقاش نيره لو ما اخترعتش. دي طبعا. جبنه اللي ما بتبصي. وقلنا ايه، قلنا اللي احنا فلفل هنا تقعد تفلفل كده. نيره عامله بتهزر يا جماعه، عامله على راي مين؟ على راي ايه؟ انا عامله بقول لك. انا دلوقتي قطعت الجلاش فهنحطه في الفرن. والحمد لله اللي احنا شغلنا الفرن. هوريكم بقى الفرن بتاعي من جوه خطير. احنا بنعمل اكل ولا بنطلع اكل عشان لما نرجع كمان شويه. لا يا جماعه انا عامله لكم بقى، عامله لهم حاجه حلوه. عامله لهم خلطه كبيره عشان ياخدوا الخلطه وما يطلبوش تاني. ولا جبنه ما بتبص. عشان ربنا جايبه لي جبنه ما بتبص. يعني هي هتخرج مش هتعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بسم الله. اول مره اجربها اصلا بيجرب. اضربك. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه. حسبي يا حبيبتي، كنت لسه انت ايدك داخله في الفرن. والله العظيم ايه ده داخله في الفرن. بصوا يا جماعه انا دلوقتي دخلت الصينيه في الفرن. فانا بقى عايزه اطلب منكم بقى اللي عنده بوتاجازات. حضرتك ما تزوميش وما تجوديش من عندي عشان ما تعمليش ذوق. خليكي كده عشان عايزه اسال الناس سؤال. يا ريت ايه يجاوبوني في الكومنتات. اي حد عنده بوتاجاز زي البوتاجاز بتاعي دوت، يا ريت يعني يعمل لي او يخش يكلمني في اي حته يعني. هو ايه يشرح لي بيشتغل ازاي. وكمان هوريكم الغساله اللي عندي. انا مش عارفه اشغل الاجهزه الكهربائيه اللي عندي. يا جماعه قولوا لي بنجيب الطباخ منين عشان اموت واجربه. ونيره هتموت وتجرب. طبعا نيره ان شاء الله ينجح يا رب ويطلع حلو، عشان احنا شكلنا النهارده هنصوم وهناكل من الاكل بتاعنا بس ومش هنشبع. بصي انا اي حاجه بعملها بتيجي صوت. طبعا احنا عارفين طبعا. انت تقولي لنا. انا دي دايما رافعه معنويات كده على الموضوع. هي نيره عمرها عملت حاجه وحشه؟ انا مش عارفه يا انجي انت بتقولي كده ليه؟ انا نيره انا ازعل صح؟ مش عارفه. صح انا حاسه كده برضه. خلاص هحسكم بتتريقوا عليا كده يا جدعان. زعلوا عني. بقول لك ربنا يستر. ايوه يا بنتي يا نيره دي انت ما فيش زيك مين. انا بقول لكم دلوقتي اني الحمام جمدان بعيد عن شكله، بس المهم ان هو ايه في ريحه طالعه منه وطعمه ان شاء الله يطلع حلو والحمد لله يعني. بصوا شياكه واناقه زيت مصري اصيل. تسلم ايدك بجد. بص بقى احلى حاجه رشه الفلفل الاسمر والملح. لونه جميل قوي.
افتح الناس، انا عايزه اكله دلوقتي. وتسلم ايدينا بجد بجد بجد. نيرة عامله اختراع وانا عامله اختراع، كلنا عاملين اختراعات. تسلم ايد سماسيمو، وتسلم ايد نيرة، وتسلم ايد انجي وآية واستاذه نيرة الحلوه الطعمه اللي عملت لنا الاختراع دوت، وطعمه تحفه. دي سفرتنا النهارده، سفرتنا بسيطه وجميله. تسلم وحلوة. ايديك يا لا يا جماعه، انا متشوقه قوي بقى ايه ان احنا هنجيب الحمام ده عشان شكله. طب يلا بقى عشان انا جحت، انتوا ما جحتوش. المخلل ده لازم يكون موجود، والبيبسي لازم يكون موجود، كل حاجه لازم تكون موجوده. دايما بنحب نوثق اللحظات اللذيذه اللي زي كده. شايفين يا جماعه الحمام؟ ومع السلامه.